المنتخب اللي لعبناه المنتخب المغرب كابتن، واللي خسرنا معه الحقيقه منتخب يفوقنا على جميع المستويات. والتطور في المغرب شمل كابتن مش كان كره القدم الرجاليه فقط، بل كره القدم النسائيه والفئات السنيه الكل. والدليل استراتيجيه التكوين اللي خذاتها والمنهج اللي خذاه فوزي لقجع والجامعه الملكيه المغربيه. وخلينا نقولوا احنا ما عندناش نفس اللاعبين نتاع المغاربه عندهم برشا ملاعبيه معناتها تلعب فيه على مستوى عالي، لكن العمد على ملاعبات اوروبا. هذا طارق العليمي، المقارنه تجوز بين منتخب تونس والمغرب والا لا؟ هل كي نزيدوا نغوصوا ونقولوا اخزر هما البنيه التحتيه نتاعهم والفيدراسيون نتاعهم مش قاعده تعملوا ونحن البنيه التحتيه وبطولتنا وكل المقارنات هذوكم، هل تجوز مقارنه بيننا وبين المغرب على مستوى الاستثمار الرياضي عامة وعلى مستوى الاستثمار الرياضي الكروي لرياضة كرة القدم. لكن خليني نقول لك بعض الملاحظات حول المغرب تونس وحول مشاركة المغرب قياسا بالمشاركة التونسية. خلينا نبداو أول حاجة انه حان الوقت للمنتخب الاوروبي هذايا، المنتخب المغربي الاوروبي على مستوى اللاعبين وحتى في التعامل مع اللاعبين. علاش قلت لك انا منتخب اوروبي او منتخب فرنسي مغربي فرنسي بالاساس، ومن بعد نلقى المغربي ناخذوا اهم حاجه واهم شيء معناتها باش تلقى روحك حاضر الكومبيتيسيون ولا في باركور نتاع كاليفيكاسيون ولا حاجه. شوفوا الاستمراريه نتاع المنتخب المغربي بريسك بنسبه 70-80% الجروب هو بيدو، كيف معناتها المدرب اللي قاعد متواصل معاهم، اداره نتاع الجامعه نتاعهم وفرت لهم كل شيء ومخلين لي زاكوتي الكل كوسوا مع الميديا وكل شيء مشاكل وكل شيء اكوتي، خليوا لي جوار كونسونتري خليهم في السوتيران. المنتخب المغربي نجم تقول ربح باخف الاضرار، تحس معناتها ليكيب واقفه، تحس ليكيب مركزه، كل جوار يعرف شنو يعمل شنو ما يعملش. ليكيب على 90 دقيقة كانت نجم اتو مومون تنجم تسجل، الناس الكل موجودة، الباز نتاعهم موجود، الكل موجود، فوالا موجودين الكل حاضرين. أنا قلت لك معناتها فما ناس واقفة سوتيران تعرف شنو تعمل شنو ما تعملش. والحاجة باهية اللي موجودة في المنتخب المغربي اللي الناس تعرف لو مومون فور نتاعها تستغلها. ساعة لازم نعترف، والحقيقة وهذه حاجة تفرحنا منتخب شقيق، انه اليوم المنتخب المغربي عنده افضل جيل في تاريخ الكرة المغربية على الإطلاق، على الأقل هذا بمستوى الأرقام والإنجازات اللي تحققت رياضيا بالنسبة لهذا المنتخب، اللي معناها كي تقرأ القائمة والقائمة قدامنا كل اسم ينسيك في الاسم الآخر. معناها كي تشوف التركيبة باش تعملها من الديفونس ولا ميليو تيران ولا لي زاتاكون معناها تدوخ. لكن أنا ما عنديش إجابة بقدر ما عندي سؤال الحقيقة. المنتخب المغربي وكأنه عنده مشكل في القارة نتاعو، المنتخب المغربي وكأنه متفتح اكثر على القاره الاوروبيه في طريقه اللعب، في التفاهم بين اللاعبين، في الجوده نتاع اللعب. في القاره دي ما عنده اشكاليات، ما عندوش تاريخ ثري في القاره الافريقيه. هل ممكن يكون بالنظر لطبيعه الملاعبين اللي كلهم متكونين في اوروبا في هولندا وبلجيكا اكثريتهم الاتموسفير مش نفسهم؟ ينجم يكون في وقت من الاوقات زادت تطرح موضوع النجوميه، وانه المنتخب المغربي عنده فرديات وما عندوش مجموعه، وانه كل واحد كما نقولوا احنا على روحه وكذا وكل ما هو مقصود بالكلام هذايا. لكن للاسف انه المقابلات والمشاركات تاع المنتخب المغربي اكدت الكلام هذا. ما نعرفوش اذا كان ليديسيون هذايا باش يكون فيها تحدي من نوع اللي انا ما نجمتش نعمل تاريخ في القاره، هذا الوقت المناسب اني نعمل ونكتب تاريخي في القاره، ولا انه القاعده باش تتواصل. المنتخب المغربي منتخب عملاق كبير ممتاز يفرج فنيات فرديات، معناها تشوف الاسامي تدوخ، تشوف طريقه اللعب تعجبك، تحس اسبانيا تلعب، تحس البرتغال، تحس ناسيون كبيره في الاوروب. لكن في القاره هاني قلت عنده مشكل. على فكره لو قداش من مره كي نتفرجوا المنتخب المغربي في تونس نحكي لانه ما عندناش العقده هذيا، نشجعوا المنتخب المغربي ونشيخوا بالكره وبالطريقه وبالمانير نتاعو، لكن ديما يفاجئنا انه يعمل لنا هكا ديسيبسيون ويروح على بكري. احنا حقنا نحشموا على رواحنا اللي شادين الكره في تونس يا مكرم، اللي شادين في كره تونس بالحق شابوبا للشقاء المغاربه، اعطونا درس في كل شيء. شوف فوزي لقجع كنا نهاجموا فيه قداش مره انتقدناه، لكن الراجل هذا يخدم في بلاده، يخدم في كورة بلاده. تحب تقول لي عنده ماكينة مصاب اللي عنده ماكينة هنا يخدموا بلادهم وخدموا تونس، اللي عنده ماكينة يخدموا في مصالحهم الخاصة، اللي عنده ماكينة يخدموا في مصالح الهياكل نتاعهم وفي مصالح أندية معينة عندهم معاهم مصالح خاصة. أما الكرة القدم التونسية مصالحها اللي تذهب للجحيم حسب الناس هذوما اللي شادين كرة القدم التونسية. الناس هذوما
تو التاريخ يحسبهم. شوف فوزي لقجع شنو عمل في المغرب، شوف المغاربة في التوب، شوف المغاربة حديث العالم، واحنا حديث الطاس كل مرة تصرخ على ميلاد الفساد الرياضي في تونس، على التجاوزات الرياضية في تونس، على الظلم في تونس. أنا كان جيت والله العظيم كنت جيت أنا رئيس جامعة تو حالا نخرج في منبر إعلامي ونقدم استقالتي أمام العموم ونعتذر على الدمار الشامل اللي خلفته لكرة القدم التونسية. عربي سنقرية عند المغرب من اللي نعرفوها يظهر لي ديما عندها منتخب فنيا أعلى من بقية المنتخبات العربية والأفريقية، لكن للأسف البطولات المصغرة ما وفقتش أبار بطبيعة الحال الاكسبلوا الكبير نتاع كأس العالم، لكن دائما وين ما كانت مشاركاتها في البطولات المصغرة خاصة افريقيا ما كانتش موفقة. نذكروا في البطولة الافريقية الأخيرة هي الفافوري نيميرو 1 تاع الكومبيتيسيون، وتكون انا زيرو ضيع حكيم يحسن لاعب معناتها فيها ضيع. ان شاء الله المره ذي ان شاء الله اليوم هما بطبيعه الحال خاطر حتى رياضيا يستاهلوا باش يكون عندهم لقب افريقي اخر. قاعدين يحضروا في فريق محترم جدا من غير ما نسميه الملاعبيه، لكن فريق محترم ومحترم جدا معناتها ينجم ينافس اي فريق في العالم. معناها اليوم منتخب مغربي يبو كري ديجا نافس هو فاز ديجا نافس وينجم يواصل خاطر على خاطر بارفوا تعمل بيرفورمانس كبيره في اي ولا جوز اولمبيك. دونك اليوم رقم صعب جدا معناتها في العالم اليوم منتخب مغربي مش كاشي في افريقيا، لكن كما قلت لك ما يعرفوش يتعاملوا مع لي كومبيتيسيون افريكان خاصه اللي في افريقيا جنوب الصحراء، وهذا معناتها في معناتها احسن بيرفورمانس عملها هي نهائي عملها في تونس كوتي فهمت. منتخب ليبيا يواجه البنين الليله، المنتخب الليبي اللي انهزم ضد نيجيريا طبعا بالفورفي 3-0. منتخب ليبيا في المرتبه الاخيره برصيد 4 نقاط والبنين 7 نقاط. ليبيا تنتصر على رواندا على البنين اليوم يلزم اكثر من 2 أهداف باش تفوت. في بدايه كلامي طبعا لازم اقول هارد لك لكل الشعب التونسي. الخساره من المنتخب المغربي المحترم خساره طبعا قاسيه بثلاثيه مقابل هدف. المنتخب التونسي قدم ما عليه، مباراه بكل امانه كانت متكافئه بين الطرفين. طبعا المنتخب التونسي زعلانين لخروجه، ولكن طبعا الممثل الاقوى للعرب دائما زعيم القاره الافريقيه اداله على وشه، اداله على وشه. النهارده المغرب قدر ان هو يقدم مباراه خياليه وقدر ان هو يكسب 3-1، وده طبعا لا يقلل من المنتخب التونسي اللي قدم بطوله رائعه وقدر ان هو يكسب المنتخب الكيني. خسر من نيجيريا بكل صعوبه، ولكن طبعا المنتخب التونسي سيظل منتخب كبير ومنتخب عالمي. ولكن بحترم الشعب التونسي وبحترم الاعلام التونسي لانهم ليس منافقين، ليس خادعين او كذابين. النهارده الناس خسرت طلعت قالت لم نستحق المكسب. النهارده الناس قالت لك ولا خسرنا بظلم تحكيمي ولا بظلم مش عارف ايه. الناس قالت لك النهارده احنا خسرنا لان كان في منتخب كبير كان بيلعبنا. المغرب يا ساده، المغرب يا ساده يا حبيب قلبي، اوروبا بتترعب من المغرب. انتوا مش مقدرين قوة المغرب وشراسة المغرب، وهتعرفوا اللي انا بتكلم فيه لما المغرب يروح يلعب كاس عالم. اتفرج على ناشئين وشباب المغرب تحت 20 عام بقى، تحت 17، تحت 14، تحت 15. اتفرج على ناشئين المغرب لما يروحوا يلعبوا في كاس العالم هيقدموا اداء خيالي. الناس دي يا جماعه اوروبا بتعمل لها تريليون حساب. عارف ليه؟ لو المغرب فضل مخلي ناشئينه يلعبوا في الدوري المغربي قسما بالله ما هيشم بطوله. لكن المغرب عشان عارف ان الدوري المغربي واحترامي الكامل للدوري المغربي عمره ما يقدر يعاصر الدوري الاسباني والدوري الانجليزي والدوري الايطالي. ودي اكتر نقطة الشعب المغربي متصالح فيها. قال لك احنا كل اللعيبة تحترف بره عشان نقدر نكاوب ونقدر نتماشى ونقدر كمان نتخطى
البلاد الأوروبية. لكن بالمنظر ده، بالشكل ده، بالصورة دي، احنا عمرنا ما هنقدر نكسب اي حد. لكن المغرب عمل ايه؟ انا عندي 24 لعيب في المنتخب تحت 20 عام، ال 24 يطيروا، ال 24 يروحوا يلعبوا في احسن حته في اوروبا، واي لعيب يجي له عرض في الدوري المغربي يروح اوروبا. احنا عمالين نتفاخر بالاهلي والزمالك، الاهلي بطل افريقيا، الاهلي مش عارف ايه. تعال بص الحصيل على منتخب مصر، منتخب بلا هويه، ما بنقدمش كوره. تعال بص على المنتخب، بص اكبر دليل يثبت صحه كلامي، بعيدا ان المغرب رابع عالم، ولا المغرب اخد 3 اولمبيات وبرونزيه، ولا المغرب يمتلك لاعبين محترفين عالميين. لما المنتخب المغربي لعب مع المنتخب المصري في اولمبياد باريس، فاكرين النتيجه كانت كام؟ كانت 6-0. عارف ليه 6-0؟ لانك عمرك ما هتقدر تكاوب اشرف حكيمي اللي محترف في باريس سان جيرمان، ولا دريالين ترغلين، ولا تقدر تكاوب بلال الخنوس، ولا تقدر تكاوب سفيان رحيمي، ولا تقدر تكاوب الياس بن صغير، ولا تقدر تكاوب الزلزولي، ولا تقدر تكاوب لاعب فاريال اسمه ايه يا ربي؟ عيب، ما ينفعش انساه ده، ما ينفعش انساه. مين اللعيب اللي بيلعب في فاريال؟ فكروني، انا مش فاكر، بس هو لعيب جامد قوي، يا رب افتكره، يا رب يا رب افتكره. فانت مش هتقدر تجاوب ده. على الناحيه الثانيه منتخب مصر ولا لعيب فيه محترف غير لعيب مدافع واتطرد في اول دقيقه في اللقاء. قصه في كده. الف مبروك للمنتخب المغربي من غير ما اطول عليكم، الف مبروك للمنتخب التونسي. اداؤه النهارده كان يشرف، اداؤه النهارده كان يحترم. شكرا للجميع، شكرا لكل متابعيني. ان شاء الله اشوفكم في حلقات تانيه كتيره. مع الف سلامه، احلى جمهور في الوطن العربي.